اغلب الناس فاكره ان الستوري تيلينج في البراند يعني فور اند افتر، يعني انا كنت كذا وبقيت كذا، وان البراند ده بيتبني في لقطه واحده. بس كل ما كنت بتفرج على براندات كبيره والاحظ التطور اللي هم بيعملوه، بدات اكتشف ان الموضوع مش بيبقى كده خالص. البراند مش لحظه تحول، البراند ده بيبقى نتيجه قرارات كتير مقصوده بتتشكل وبتتراكم، وبناء عليها بتحدد الناس بتشوفك ازاي. خليك عارف دايما ان البراندز الكبيره دي مش بتتعمل في يوم ولا بتقوم بضربه حظ. واللي لفت نظري ان البراندز دي حتى وهي بتكبر شكلها بيبقى دايما متماسك، وده خلاني ادور دايما مش على تاكتكس لكن على طرق تفكير. وانا دايما بحب ادرس اكبر البراندات في العالم بتفكر ازاي، وادرس الفريم وركس اللي هم بيشتغلوا بيها. ومن اكتر الحاجات اللي وقفتني الفريم ورك اللي جاري هي بيشتغل بيه، واللي هو يعتبر عنده اكبر ماركتنج ايجنسي او ماركتنج ماشين في العالم، وده فريم ورك اسمه براند ستوري فريم ورك. والجميل فيه ان هو مش بيقول لك ازاي تكتب قصه حلوه، لا، هو بيخليك تفهم انت موجود ليه، وازاي ده مع الوقت هيخليك تبني الستوري بتاعت البراند بتاعك. اول سؤال في الفريم ورك ده هو بسيط جدا بس هو خطير. السؤال هو ليه البراند ده موجود؟ خلينا متفقين ان كل براند بيبدا لان كان في حاجه لازم تتغير، وطبعا مش لازم التغير ده يبقى باين للناس كلها، لكن اوقات كتير بيبقى اوبورتيونيتي انت بس اللي بتبقى شايفها، فبالتالي بتقرر تعمل براند يلبي الاحتياج ده. وهنا انت لازم تسال نفسك هو ايه اللي محتاج يتغير، وايه اللي انت شايفه غيرك مش شايفه، والفرصه اللي انت بتقدمها بالبراند بتاعك دي ازاي هتحل مشاكل الناس اللي عندها احتياج للحاجه دي. المشكله دلوقتي ان اغلب البراندات بتحاول تعمل بلند ان او بتحاول تجو فايرال باي طريقه ممكنه، ولكن الفيراليتي دي مش دايما اصلا بتبقى نجاح. خليني اقول لك ان دي بتبقى اكبر مشكله الناس بتقع فيها، لان هي ما بتدورش غير عليها. الفكره كلها ان ده بيبقى تطور لحظي او اكسبوجر لحظي بيحصل في وقت معين وبعد كده انت بتختفي. انما انت لما بتكون بتبني ستوري بستراكشر صح من البدايه وعارف اجابات كل الاسئله اللي انت عامل البراند عشانها، بالتالي انت على المدى البعيد بيبقى عندك بيس ثابت ما بيقدرش حد يجي جنبه ولا يمسه ايا كان ظهر ليك ناس في السوق. وعلشان كده انت عشان تبني البيس ده صح لازم تكون عارف شويه حاجات. لازم الفكره دي تكون انت فعلا مؤمن بيها بجد، ولازم تكون بتظهر في كلامك وفي قراراتك اللي انت بتعملها مع البراند وانت بتعمل الستوري بتاعتك. وطبعا لازم تكون بتفيجوالايز ده في المحتوى بتاعك، لان الناس لازم تفهم الحاجات اللي انت مؤمن بيها في قراراتك وفي اسلوبك وفي الدلائل اللي انت بتثبتها عن طريق المحتوى. بعد كده طبعا بيجي دور مهم جدا وهو البروف او الاثبات. معظم الناس بتغلط هنا لان هي فاكره ان انا لما اجي احكي لك قصه واحكي لك اثباتات انت كده هتصدقني، وده غلط كبير جدا بتقع فيه معظم الناس. البروف ده عشان يتعمل صح مش محتاج ان انت تحكيه على قد ما انت محتاج ان انت توريهوني. وعلى سبيل المثال بما اننا ذكرنا جاري في، هو جاري في مش بيطلع كل يوم يقول انا الكينج بتاع الكونتنت على مستوى العالم، ولكن هو بقاله اكتر من 15 سنه بيثبت ده بالارقام وبالدليل، سواء مع نفسه او مع البراندز اللي هم الايجنتس بتاعته بتشتغل معاه. وانت عشان توصل لده بطريقه صح لازم تسال نفسك شويه اسئله لما تيجي تقدم محتوى. اسال نفسك هو كل بيس اوف كونتنت انت بتنشرها هي بتثبت ايه بالظبط، وايه الصوره اللي بتتكرر، ولما حد هيسمع اسمك هو ايه اول حاجه هتيجي في دماغه. واللي انا فهمته ان البراند ستوري هو مش مجرد ستوري تيلينج، ولكن هو براند اوفر تايم استراتيجي، وده لازم يكون مرتبط باللي انت بتعمله دلوقتي مش اللي اتعمل قبل كده. يعني هي براند جيرني لازم انت تحكيها لي وانت فيها، مش تحكيها لي بعد ما خلصت. وانا حاليا بتعلم الفريم وركس دي وبطبقها سواء مع نفسي او مع الكلاينتس اللي انا بشتغل معاهم، وبحاول اوثق ده معاك على قد ما اقدر عشان انت تستفيد من المحتوى ده. فلو انت بزنس اونر وعايز تستفيد من فكره ان انت تعمل براند ستوري لنفسك مش مجرد شعارات او ستوري تيلينج اكنك بتحكي حدوته، ولكن بطريقه منظمه، ممكن تبعت لي وانا اكيد هبقى مرحب ان احنا نعمل التعاون ده. او لو انت ماركتير وبتحاول دايما ان انت تستفيد من الاستراتيجيز والفريم وركس اللي كل البراندات العالميه بتشتغل بيها، ممكن تتابعني. والايام اللي جايه هتكلم عن فريم وركس اكتر انا بحاول اتوصل لها واتعلمها واطبقها واحكي معاك تجاربي فيها.